بتبص يمينك ليه يا حيوان؟ ايه ده؟ في كتير زي هش اخلص كلاكيت. يا مساء الفل، ازيكم يا جماعه؟ يعني بصوا، انا مش هخبي عليكم، يعني احنا دلوقتي بقينا عشرة يعني 7 حلقات، الايام بتجري والله. المهم يعني انا عايز ابقى مخرج وبتعلم اخراج الفتره دي وكده، وبدات بقى افكر ان انا عايز اعمل اول فيلم قصير ليا وكل بقى الحبشتكنات دي. يلا يا ابني صور دور اكشن. فكأي طالب علم بيحاول يجتهد بدأت أشوف القائمة بتاعة أول 250 فيلم على IMDb، فيلم ورا فيلم، اللي يعجبك واللي ما يعجبكش، اللي اتعلم منه حاجة واللي ما تتعلمش. لفت نظري فيلم معين لأن هو كان تقريبا الفيلم الوحيد الأبيض وأسود في أول 20 فيلم في القائمة دي، مصور كل وان لوكيشن في مكان واحد بإمكانيات بسيطة جدا، ورغم كده يعني كان مبهر جدا بالنسبة لي. الفيلم ده غالبا هتكونوا عرفتوه من الكلام اللي أنا قلته أو من عنوان الحلقة أصلا، فيلم 12 Angry Men. يا جماعة، أنا جمعتكم النهاردة عشان أقول لكم إن أنا قررت يا ابن اللذينة يا عم ده افهم بقى عم الحلو. اول حاجه بتلفت نظري لما بشوف فيلم 12 انجري مان هي الكونسبت او المبدا اللي اتبنى عليه الفيلم كله. احنا هنجمع 12 واحد ما يعرفوش بعض، محدش فيهم شاف التاني قبل كده ولا حتى يعرف اسمه، وهنحطهم مع بعض في موضوع او سيم مشترك كده، وغالبا السيم او الموضوع ده مرتبط بالمكان اللي هما فيه. خلطه جباره، يعني على قد ما هي تبان بسيطه لكن هي معقده جدا ومليانه تفاصيل كتير جدا علشان تطلع مظبوطه بالشكل ده وتعيش الزمن ده كله. يعني تخيل بتعرف الجمهور على 12 بني ادم في نفس الوقت، 12 بطل من غير ما يتوه ولا يزهق منك، فلما الخلطه بتظبط النتيجه بتبقى مبهره. يعني هنا في مصر مثلا عندك امثله لافلام فشيخه مشيت على نفس الكونسبت او السيم ده، حاجه زي الارهاب والكباب، بين السماء والارض، كباريه والفرح، اشتباك. كطالب علم بقى عايز يعمل اول فيلم ليه، لفت نظري ان ده اول فيلم طويل للمخرج الكبير بعد كده سيدني لومي، وده خلى اختياره للسيناريو ده بالذات بالنسبه لي يعني اختيار ذكي جدا. وده بيودينا لنقطه مهمه جدا، الليميتيشنز او المحددات. اي بني ادم في الدنيا بيحب يحس ان هو مميز، يعني الناس تشاور على شغله كده وتقول ده شغل فلان، ما بالك بقى لما يبقى مخرج؟ يعني اكيد هيهتم جدا بالنقطه دي، انا مين وعايز الناس تشوفني ازاي وتشوف افلام ازاي. وانا بيجي دور المحددات او الليميتيشنز، وهي طريقه المخرج بيحدد بيها اسلوبه في الفيلم او اسلوبه بشكل عام. انا هركز على ايه واستغنى عن ايه في الفيلم ده، اصوره ازاي، اعمل مونتاج ازاي، الاضاءه، الديكور. في مخرجين مثلا بيحددوا اسلوبهم اللي هينفذوه في اي فيلم من قبل اصلا ما يعرفوا ايه الفيلم اللي هيعملوه او قصته ايه. يعني مثلا اي فيلم هتلاقي فيه الكاميرا سيمتريكال كده او سيمتريه شويه و2 دي، غالبا هيبقى فيلم لويس اندرسون، مشاهد كلوز للرجول وحوارات عباسيه طويله ودمويه. فيلم متقسم فصول، غالبا ده فيلم لتارانتينو، مشاهد فيها مجاميع كتير ومتنظمه في الكادر كده بحرفنه وبشكل مميز، غالبا ده فيلم ليوسف شاهين. وممكن ساعات يستغنوا عن ده في اي فيلم اليوم، بس في الغالب ده اسلوبهم اللي شبه شخصيتهم واللي ناس حبتهم او كرهتهم بيه، يعني خلاص بقوا براند كده. وفي مخرجين بيحددوا ده على حسب قصه الفيلم اللي قدامهم، شوف هي محتاجه ايه والميزانيه اللي معاه كام، مين الممثلين اللي معايا والكلام ده كله، زي ما سيدني لومية عمل بالظبط. يعني حط نفسك مكانه، انا راجل داخل اعمل فيلم طويل الاول، يعني اول مره هتعامل مع فريق كبير وعمال وممثلين وميزانيه واسابيع تصوير وليلة جامدة أوي تعالى. فكان منطقي جدا ان هو يختار سيناريو مسرحيه مبني على الحوار في معظمه وبتدور احداثه في مكان واحد ويحوله لفيلم. بكده بدل ما جهده كان هيتشتت في اماكن تصوير وكل المشاكل بقى اللي ممكن تيجي من ورا ده، حدد النقط اللي هيركز عليها، وده كمان ساعد ان هو يهتم بنقط قوته، النقط اللي عايز الناس لما تشوفها تقول ده فيلم لسيدني لومي. لازم اقنعه ان جلدي إيه ده؟ دي معجزة. كده يبقى الراجل الكبير ملحقش يشوف الحادثة، والست كان عندها ماركس اون هير نوز، يبقى نوت جلتي يا حاج. حركة الكاميرا في 12 انجري مان بالنسبة لي كانت البطل رقم 13، كانت بتمثل زيها زي باقي ال 12 ممثل التانيين في الفيلم. شخصيتها كمان بالنسبة لي كانت بتتطور على مدار الفيلم، امتى تبقى ثابتة وامتى تتحرك. في اول فيلم تبقى بعيدة شوية كده ومدياك مساحة، وفي اخر تبقى قريبه جدا وتحسسك بخنقه، بالذات مع زياده الحده في الحوار في الفيلم. وعامه في اي فيلم تقريبا بيبقى فيه حاجه كده اسمها كاركتر ارك، اللي هي تطور الشخصيه جوه الفيلم. بطل الفيلم ده بدا ازاي ونهى الفيلم ازاي وتعلم وتغير فيه ايه على مدار رحله الفيلم. ده تقريبا حصل بشكل ذكي جدا من 12 بطل في الفيلم. في خلال ساعه ونص بس هتلاقي كل شخصيه كده بتتكشف قدامك واسلوبها في الحوار بيتطور، وكل ده سيدني لومي عمله باختيار ذكي ساعده يقدم تحفه فنيه عاشت وهتعيش كتير. لان اوقات كتير بتبقى اهم واصعب مهمه على المخرج انه يختار صح، يختار اللي يخدم فيلمه وقصته
وده اللي عمله سيدني لوميه بتمكن كبير جدا. Acting then is 75% of the game. The Certainly, performance. certainly in the theater. Certainly it is in the theater. In the movies, you've got a great helper. That camera. It can do an awful lot of things that can compensate for even a bad performance. It can't create a good performance, but it can provide an element that the performance should have provided. I don't think anybody good, really knows when the work is going to turn out good. But it's a question of preparing the ground in such a way that the lucky accident can happen. على الرغم ان 12 انجري مان فيلم متكون من 12 بطل تقريبا ادوارهم متساويه، بس بشكل مميز برضو قدر يقدم بطل وعدو للبطل زي اي حدوته كلاسيكيه او تقليديه. بروتاجونست العضو رقم 8 اللي قام بدوره هنري فوندا، وانتاجونست العضو رقم 3 اللي قام بدوره لي جي كو. قدر كاتب السيناريو كمان من خلال الفيلم ان هو يقدم نقطه مهمه قوي ليها علاقه بينا كبشر وبطبيعتنا، ان كل قراراتنا حتى لو كان قرار عضو في لجنه محلفين عن قضية أكل غالبا وبنسبة كبيرة هيبقى ليها بعد شخصي متأثرة بتجارب خضناها قبل كده، والأهم ردود أفعالنا عليها. كل واحد من ال 12 بطل في الفيلم جاي من خلفية مختلفة، كل واحد حد قرار في أول الفيلم وفي آخره لسبب مختلف. ممكن يكون سبب منطقي، ممكن يكون سبب عنصري، ممكن يكون مستهتر، ممكن يكون سبب شخصي. والأهم إن كل شخصية عمرها ما هتقول، هي نفسها أصلا ممكن تكون مش عارفاه، بتحدد قرارها وخلاص من غير ما تعرف هي بتحدده ليه. All of these decisions are brought about by personal feelings that may or may not have anything to do with the case. And as we know, the Lee Cobb character, juror number 3, is the most wedded to a personal experience, which is why he's the holdout on the other side. 12 انجري مان فيلم انديتد، يعني لما تشوفه مش هتلاقي ليه ولا تاريخ ولا عنوان، ويمكن ان هو الصدفه خلته يعني في الفتره اللي بتصور فيها الافلام بالابيض واسود، وان كل ابطاله لابسين ملابس رسميه شويه مش مرتبطه بموضه معينه، خليته كمان بدون زمن محدد. ده يمكن بيساعد الفيلم اكتر واكتر ان هو يعيش. يعني انا كنت دخلته سينما من سنه تقريبا كده، كان نزل فتره وكنت متحمس له كانه فيلم جديد، والقاعه كانت مليانه على اخرها رغم ان كلنا تقريبا كنا شفناه وحفظناه كمان. سيدني لوميه اداني درس كطالب علم في الفيلم ده، يعني ايه كلمه مخرج، يعني ايه تكون عارف ادواتك وامكانياتك وقادر تطلع احسن حاجه بيها، ان اختيارات المخرج هي كل حاجه حتى في ابسط الحاجات. امتى تخلي الكاميرا ثابته، وامتى تخليها تتحرك، امتى تخليها قريبه، وامتى تخليها بعيده. ده كله بيحدد في الاخر احنا كمتفرجين هندخل نشوف الفيلم هننبسط ولا لا. الهنس والمفاتيح او الكلوز تحت ايدك، ترميها امتى وتقدمها امتى في الفيلم وليه. ازاي تخلي المتفرج كانه قاعد معاك، كانه العضو رقم 13 بتحاول تقنعه زي ما بتحاول تقنع ال 12 عضو التانيين. في الاخر خلص الفيلم زي ما بدا، بكادر واسع بره المحكمه، وفي اخر جمله في الفيلم تسمع اسماء 2 من ابطاله عشان تكتشف انك شفت الفيلم وخلصته واتاثرت بيه من غير حتى ما تعرف اسماء ابطاله. مش سهل سيدني لوميه برضه. 12 انجري مان فيلم ممتع وعبقري ومفيد لاي طالب علم زي حالاتي يحاول يتعلم سينما وعايز يعمل اول فيلم ليه.